يا مساء الفل. النهاردة هنعمل مع بعض الأكلة المنقذة، الأكلة اللي بتنجدنا في وقت الزنقة بس في نفس الوقت طعمها بجد حكاية. لو جربت الفراخ بالطريقة دي أوعدك إنك هتنسي أي طريقة تانية عملتيها قبل كده. شايفين الصوص؟ تقيل ومكرمل والفراخ دايبة دوب كأنها زبدة. عشان نعمل العظمة دي محتاجين نص كيلو صدور فراخ متقطعة مكعبات أو شرايح حسب ذوقك، بصلتين كبار و3 فصوص توم مفرومين. أما السر في الطعم واللون هو معلقة كبيرة صلصة طماطم ومعاها معلقة دبس رمان بتدي مزازة تحفة. وطبعا بهاراتنا ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ ورشة بابريكا. يلا بينا على الطريقة. في طاسة سخنة جدا حطي معلقة سمنة أو زيت وانزلي بالفراخ تاخد صدمة ولون دهبي حلو من غير ما تنزل ميتها. بعدها انزلي بالبصل وقلبي لحد ما يبتدي يدبل، وضيفي التوم يدوب ثواني وريحته تظهر. دلوقتي وقت الدلع، حطي الصلصة ودبس الرمان والتوابل وقلبي الفراخ كويس قوي لحد ما تتغلف بالصوص الجامد ده. زودي نص كوباية مية مغلية وهدي النار خالص وسيبيها تتسبك براحتها لحد ما الصوص يتقل ويبقى فيه لمعة تجنن. ولو عايزة بقى الريحة تجيب لآخر الشارع انقليها في طاجن ودخليها الفرن تحت الشواية كام دقيقة تاخد وش يفتح النفس. قدميها مع رز بالشعرية وبطاطس محمرة وشوية سلطة وهتاكلي أحلى وجبة متكاملة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، دعمكم بيفرق معانا جدا عشان نقدر نستمر ونقدم لكم كل جديد. وبالهنا والشفا. ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا